لقد أتى النبأ هناك من سبأ، حيث أسود اليمن اليوم يفوز على المنتخب اللبناني ب2-0 ويتأهل إلى كأس آسيا 27 المقام في السعودية. هارد لك المنتخب اللبناني. اليوم المنتخب اليمني للأمانة أدى مباراة يعني من أفضل المباريات اللي أنا شاهدتها. أنا قلت أنا ما زيد أشاهد مباراة للمنتخب اليمني. اليوم كان عندي فضول أشوف هل في تطور بالكرة اليمنية أو لا، بالرغم عدم وجود الملاعب ولا يعني موجود تدريبات ولا شيء. لكن اليوم هنا اللي نتكلم عليه أي شو، عندما يلعب الفريق بشغف وقوة وإرادة، لو يكون الخصم أمامك فرنسا ولا البرازيل تفوز عليهم وتتأهل بإرادة وقوة وشجاعة. هذا اللي لعبها اليوم المنتخب اليمني بهذه الإرادة والقوة. ألف مليون مبروك التأهل إلى كأس آسيا. كنتم يعني فريق من أفضل المباريات اللي شاهدتها. نزول عادل عباس غير من مجريات المباراة. الفريق تحسن في القوة الهجومية. شكرا للمدرب نور الدين ولد علي، شكرا عبد الواسع المطري، شكرا ناصر محمد، وشكرا عادل عباس، شكرا هارون الزبيدي، من أفضل اللاعبين اليمين اللي أنا شاهدتهم. والله لاعب أتوقع له وأتمنى له يعني مستقبل أفضل. شكرا محمد أمان. الفريق كامل والله لو أقيمهم والله ما يعني 10 كلهم يأخذوا 10. هذه القوة والإرادة والعزيمة عندما تلعب أمام فريق تفوز لو يكون البرازيل.